مساء الخير. أنا والعسل نرحب بكم مع نشان. مساء الخير. ماذا تقول شهرزاد الرواية عن هذه السيدة التي تملك أسرار الماضي؟ تشبهني بتعدد الروايات وتشويق الحكايات وغرائبية النهايات. تضاهي شهرزاد بعدد الروايات وغرابتها وتتفوق عليها. أستضيفها الليلة بركانا مستعرا حممه لا عيار لها ولا توقيت، وربنا يستر وعليه نتوكل. مع الصندوق الأسود لهذه الليلة اعتماد خورشيد. مساء الخير. اهلا. تفضلي. اهلا. رمضان كريم. الله اكرم، رمضان كريم عليكم كلكم. اعتماد خورشيد، هيدي الحلقة الثانية. ايوه. في ناس كتير بيقولوا لي ليه يا نيشان مدام اعتماد خورشيد للمرة الثانية؟ قلت لهم عندها حاجات كتيرة. تفضلي. ايوه. تفضلي شوي شوي، هون في درجة. ايوه، درجة ثانية. ايوه. اوكي. اهلا وسهلا فيكي. اهلا بيك. كيف رمضان لهلا معك؟ ايوه. تفضلي. انا معاك اهو. يا اهلا وسهلا فيكي. اهلا بيك. اوكي. مرتاحة؟ خلص. تشربي حاجة سخنة، حاجة بقى تشربي شيء؟ لا مش مشكلة دلوقتي، في مية. اشتقنا لك واشتقت لك بيروت واشتاق لك العسل كله. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى مصر وعلى أهل مصر وعلى أمة العرب كلها أجمعين. بين أول عسل وتاني عسل اعتماد خورشيد، خبريني لما عملت الحلقة المرة الماضية على يوتيوب، يعني على الإنترنت، أيوة. على حضروكي كتار 2 مليون. ايه 200 مليون ولا مش عارف ليه، ملايين الناس حضروكي. حاجة كبيرة قوي. ليه برأيك سمعوا لك؟ ليه لإلك؟ والله أنا مش عارفة، والله يعني حاجة بتصيري فضولهم في إيه؟ حاجة جميلة جدا والله. اللي حصل أولا أنا بشكرك، دي أول حلقة كان نشان على صدر منك. الله يخليك والله. والحلقة الثانية نشان ليه؟ لأنك أنت فتحت لي الحرية إن أنا أتكلم، واتكلمت بصراحة. في مصر ما كنتش بقدر أتكلم أبدا، فخليت من كتر نجاحي معاك طلعوني للأم المثالية. بس الشعب اختارني مش الحكومة. بس قبل خليني اقول لك انه احنا الليله على شاشه مصريه، تلفزيون الحياه، ومصر كلها عايشه في حريه تامه من حيث حريه التعبير في الاعلام النهارده. دلوقتي انا يعني فخوره جدا بالفريق عبد الفتاح السيسي، لانه عمل سندنا وصلح مصر، وابتدت ان شاء الله مصر تبقى كويسه. وبهنيه على العاشر من رمضان، وبهني الجيش جميعا، وبهني الشعب المصري، وبهني نفسي. بتهني نفسك. نحن كمان بنجير هذه التهنئه للشعب المصري والفريق اول السيسي. بس خليني لك الام المثاليه، انت والكبيره كريمه مختار اخذتوا بحضورها كان. ايوه. يوم عيد الام. ايوه يوم. قالوا لك ايه؟ كيف كرموكي؟ الام المثاليه مين اللي كرمك؟ الدكتور عبد القادر. الدكتور كبير قوي، مجله انوثه، عمل جمعيه للايتام وكرمني واداني جايزه كبيره قوي. هيدا بناء على اطلالتك في انا والعسل. الجمهور هو اللي رشحني. مش يعني هو الجمهور اللي رشحني. اختاروني انا كمان. يعني استغربت يعني النجاح اللي نجحته معاك خلى العالم كله حتى في مصر السباك والجزار والشعب المصري كله شافني. مش الناس الكبار بس، الشعب المصري. ايه اللي بيخلي الناس يسمعوكي ويتفرجوا عليكي ويصدقوكي؟ هقول لك حاجه، انا بتكلم طبيعيه. وطبعا اللي بيتكلم من قلبه وحقيقي
بيدخل قلبك على طول. يعني ما بمثلش، مش متأنزحة، طبيعية جدا، طبيعية. طب كل اللي بتقولي بيصدقوا؟ يعني الناس بيصدقوا كل الكلام اللي لأن في مستندات والمستندات أظهرتها يعني. طلعت كل المستندات. الليلة جايبة مستندات جايبة مستندات معايا عشان خاطر تطمن أنت أولا. وطبعا لما أنت هتطمن الشعب. بس هناك من يقول انه باطلالتك معي بأنا والعسل الجزء الاول اسأت الى مصر. ده انا نجيت مصر. ده كان في مؤامره معموله على مصر عشان يهدوها. عبد الحكيم عامر وصلاح نصر عايزين يخطفوا عبد الناصر، وبعتين رجال من الصعقه. لما انا قلت له، حكيت له على كل، لان المؤامره كانت قدامي في بيتي وحكيت له عليها، عمل احتياطاته. لما راح عبد الحكيم عامر وخد واحد من الصعقه، مش هقول اسمه عشان يخطفوه، وعبد الحكيم يبقى رئيس جمهوريه. لا مش هقول اسمه. واحد يبقى رئيس جمهوريه وصلاح نصر هيشيل عبد الحكيم عامر ويبقى هو رئيس جمهوريه. عبد الناصر عمل احتياطاته، خلى كل الناس اللي راحه معاه بره ودخل عبد الحكيم عامر جوه لوحده. وعلى يدك وشايفين وشاهدين. انا يعني بقول الحقيقه. هون عم نحكي نحن عن حقبه ماضيه بالتاريخ. خلاص خلصت وانتهت. واليوم بعد هزيمه 67 ما كانوش لاقيين حد يشهد. الناس خايفه تشهد. عبد الناصر قال لي اشهدي. ما اقدرش. قلت له خايفه اروح محكمه الثوره قدام صلاح نصر واشهد. بس في ناس بعدين بعتوا لي شيخ الازهر قال لي اشهدي. قلت له اشهد ازاي؟ قال ده في كلام ما يتقالش. قال لي ساكت عن الحق شيطان اخر. دخلت يا نشان المحكمه ورجليها بتترعش. عارف يعني ايه بتترعش؟ وبقيت خايفه. ربنا خلاني مش عارفه ايه اللي حصل. بقيت اتكلم كاني قاعده مثلا في الجنه. واقول 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 واقول، وحسين الشافعي يبص لي كده يقول لي ده حصل ده حصل ده حصل. تخيل. اقول له لغايه الاخر. لما شخط في صلاح نصر قال له، حسين الشافعي قال له اطلع من المحكمه. قال له لا مش هطلع. ضرب الجرس، دخلوا الضباط ياخدوه، ضربهم بالرجل، راحوا رامينه، وقع على الارض اغمى. انا وقعت من على الكرسي. علي نور الدين النائب العام شالني وطبطب عليا وشربوني حاجات شنفوق من الخضه. اتخضيت. واحد عملاق يقع على الارض قدام عيني. ده اللي انا كنت بترعب منه. قال لي يا اعتماد انت اللي قلتيه كله ولا الرجاله قدروا يقولوه. انت دخلت التاريخ وانا مش عارفه يعني ايه تاريخ ولا جغرافيا ولا عايزه ادخل تاريخ. انا بحكي على الظلم اللي انا شفته. ما كنتش يعني مش عايزه اطلع بطله. لكن اهو ربنا. بس انت ما كنت بتعرفي عبد الناصر. انا ليه عندك مستند حسن ابراهيم عضو مجلس قياده الثوره شريكي اللي هو نائب رئيس الجمهوريه اهو قدامك. والعقد اهو قدامك. كنت هعمل مدينه الانتاج شركه معاه ب 16,000 متر وسبور ماضي. هتقراها وهتعرف ان كلامي صح. يعني عبد الناصر وحسن ابراهيم دولت كانوا اصحاب خالي، الروح بالروح. وهم ده حسن ابراهيم هو اللي عرفنا على عبد الناصر. هم كانوا تلامذه مع بعض، وخالي كان معاهم تلميذ. خالي مات، هم تولوا انهم يفضلوا يسالوا على جدتي وعلى طول معايا. لما رجعت من بره حسن ابراهيم عمل لي المشروع اهو قدامك يا نشان. المشروع قدامك بكتابك. قالوا عليا ان انا كذابه بكذب. الورقه الجواز دي مزوره. مصطفى امين لما كنت في بيروت طلبني بعد يعني خاصه مروحه نازله على مصر بقى. خلي شوف المستند. مين؟ عقد الزواج. حوري لها. انا جايبه لك المستندات في المحكمه. عقد الزواج تم الزواج بين السيد صلاح نصر وبين السيد اعتماد خورشيد على سنة الله ورسوله بمهر 25 عباس رضوان وزير الداخليه. ويشهد على عقد الزواج كل من السيد عباس رضوان وزير الداخليه والسيد احمد خورشيد زوجك. ايوه بينتقم. صلاح نصر بينتقم، مش بيحبني، بينتقم مني عشان احنا اولاد بشوات. وهو عنده عقده ضد البشوات. عنده عقده، عنده مرض. والله. فمصطفى امين قال لي هاتي عقد الجواز وتعالي اشهدي معايا عشان اعمل قضيه على صلاح نصر. هو عذبه في السجن. طيب. عذبه في السجن. صدق. رحنا المحكمه.
القاضي قال لعباس رضوان انت ماضي على العقد ده؟ قال له لا، ده مزور مش انا. قال له طب ما رفعتش عليها قضيه ليه تسجنها ان هي زورت امضتك؟ قال له لا معلش. قال له انت بتقول معلش التاريخ مش هينسالك ابدا ان انت ظلمت واحده ست وقلت عليها مزوره. انت ما زورتي. هو بيقول لي انا مزوراه. بس انت لم تزوري. فهو انا ما زورتوش. هو قال له التاريخ مش هينسالك، عشان لو كنت انا زورت كان رفع عليا قضيه سجني. صح ولا غلط؟ كيف كافئك عباس رضوان كان سجني. كيف تكافئتي من قبل عبد الناصر؟ كيف كافئك؟ والله يا عبد الناصر هقول لك بالظبط. عبد الناصر راجل، احكي لك حاجه جميله جدا في عبد الناصر. لما اتعملت سنه 52 الثوره، الملك فاروق طلع بكرامته وما نزلتش نقطه دم في الارض، لانه كان بيحب المصريين وبيحب مصر. الملك فاروق بصراحه خرجوه ب21 طلقه اكراما له، لانه ملك. يعني ضربوا طلقات نار 21 طلقه تحيه له وهو خارج وبيركب المركب وماشي. ها تعالى النهارده بقى الثوره بتاعت حسني مبارك طلع بكرامته، لما لقى الشعب مش عايزه راح ماشي من سكات وخد بعضه في السجن دلوقتي. تعالى بقى شوف دكتور مرسي بقى الاخوان المسلمين بقى شو صار؟ تعالى بقى نتكلم عن الاخوان المسلمين. ما نتكلمش، ما احنا عارفين اللي اتكلم عن الاخوان المسلمين قليله. الاخوان المسلمين انا كنت فاكره وكنت فرحانه ان هم هيمسكوا الحكم، ثوره مش ثوره مش عارف ايه. قلت كويس ادي احنا هنخلص من الفساد ويجوا ناس بتوع ربنا هيمسكونا ويمكن البلد تبقى جميله، وانا دول اتظلموا وهيردوا لي اعتباري لان انا كمان اتظلمت 30 سنه وانا باكل الزفت. اتاريهم نسيوا كل حاجه والبلد كانت خربانه. هم خربوها اكتر ووعدونا انهم يصلحوها، ما صلحوهاش. انا جالي صدمه، عييت ودخلت المستشفى. ازاي دول يعملوا في مصر كده؟ ازاي دول عايزين يقسموها ويبيعوها؟ دول باعونا ومش عايزين يمشوا. انتوا قاعدين ليه اذا كان الشعب مش عايزكم؟ ربنا يخلي الفريق عبد الفتاح السيسي وينصره يا رب، وينصر الجيش كله. هو اللي نصرنا، هو اللي حمانا في الوقت ده. انا لما حمانا فقت خفيت، بقيت اضحك وارقص واغني واتنطط من كتر السعاده. ايه ده؟ مش عايزين يمشوا، ناس مش عايزين يمشوا. بتشوف اليوم بالفريق اول عبد الفتاح السيسي مرشح قوي لرئاسه جمهوريه مصر؟ والله انا موافقه على اي حد، على عبد الفتاح السيسي، على اي حد، بس انا عايزه مصر تتصلح. نفسي بلدنا 7000 سنه حضاره. ليه؟ لانه المؤسسه العسكريه والجيش بيضرب بيد من حديد وضمان لاستقرار وامن مصر. ضمان لنا. وانا بهنيه على 10 رمضان وعلى الجيش، بهنيهم النهارده العيد بتاع 10 رمضان. نعم. مش كده ولا ايه؟ صحيح. مش لاقي الحق انا اهنيهم طبعا. يا خساره لو كنت موجوده كنت رحت باركت وبوست الايدين وسلمت عليه. والله العظيم. انت عارف ان الجيش وافق على السيناريو بتاعي، الفيلم والمسلسل وافقوا خلاص، بس انا مأجله. يعني قالوا لي عدلي حاجات فيه، عدلي حاجات فيه. انا كان في حاجات لازم تتعدل. موت الملك فاروق، موت الملك فاروق، لا ما تقوليش ما عندناش اثباتات. قلت لهم انا الاثباتات، قلت لهم بس شلتها من الفيلم. ده هو قدامي في بيتي، جاله تليفون من ايطاليا، خلاص البقيه في حياتك، خلصنا من الملك فاروق. وانا عارفه اسم الراجل اللي كان هو من المخابرات بس مش هقول عليه طبعا. شو اسمه؟ قاعد على التربه بتاعت الملك فاروق. نعم. ومحمد فوزي الكاتب الصحفي بيقول له انت قتلت الملك فاروق؟ قال له انا ما اقدرش اقول لك كده، لان لو قلت لك اهله يرفعوا علي قضيه ياخدوا مني تعويض. لا انا ما قتلتوش. ده زمن قديم بقى. اعتماد خورشيد بعد الفصل رح تروي لي حكايه مادي، رح تقولي لي، رح تحكيني عن النجم شريهان يلي ما اكملناه السنه الماضيه
رح هالمره رح اقول لها رمضان كريم ورح تقولي انت كمان رمضان كريم. طبعا. لا شريهان طبعا. بدي اعرف كيف تغير طبعا الزمن. سامحتها. خليني اسمعك بعد الفاصل مع ماشي. اعتماد خورشيد ماشي. في هذه الحلقه من انا واعتماد خورشيد العسل. اعتماد خورشيد، اهلا وسهلا فيك مجددا. انت وكل العسل، عسل السينما المصريه وعسل كل العرب، القيمه الفنيه اللي بنحترمها وبنعزها وبنسلم عليها وبنقول لها رمضان كريم. شيريهان يعطيها الصحه والايام الحلوه. شو صار من بعد انا والعسل وان؟ اولا شريهان ربنا يديها الصحه والعافيه. انا لما بصي حبيبتي شريهان، فعلا حبيبتي، في واحد صحفي مش صحفي عامل نفسه صحفي كتب كده. والله هو ولا صحفي ولا عنده كارنيه في النقابه ولا حاجه، سجناه، انا سجنته. عمل كتاب اسمه شاهدة، ولسه في السجن. اعتماد خورشيد، شاهدة على انحرافات اهل الفن والسياسه باسمي. شاتمني شتايم قذره، وشاتم شريهان شتايم ما حصلتش. يعني احنا الاثنين. بتقول لي يا طنط انت كتبت كتاب؟ قلت لها ازاي ما كتبتش؟ قالت لي لا في كتاب مكتوب شتماني فيه. قلت لها انا يا شيران، ده انت اتولدتي على ايديا. وحقيقي اتولدت على كيف أنا. خبريني كيف. قلت والله اتولدت. قلت لها لا يا حبيبتي مش قال لي خبريني وقت اتولدت شريهان كيف كانت؟ مامتها كانت بتولد والولاده متعسره، فهي بتتفائل بيا. المستشفى اللي انا ولدت فيها ادهم، هي كمان ولدت فيها ايه؟ قالت لي تعالي وديني عند ايه اسم المستشفى؟ بتاعت يسري جوهر في المانيال اللي انا ولدت فيها. قالت لي تعالي ولديني في المستشفى اللي انت عند الدكتور بتاعك. قلت لها ماشي. خدتها وعرفتها بالدكتور بقى تروح تتعالج كذا كذا. ساعه الولاده عايزاني الساعه 6 الصبح. ضربت لي بنتها جيهان الكبيره، اخت ولادي، الاخت عمر الكبيره، الحقي ماما عايزاكي، بتموت ماما بتموت. خدت عربيتي وجريت بين الزمالك، بين الهرم، كنت في الهرم، وبين المستشفى، حاجه بسيطه يعني. عليها والله زي ما انا دخلت عليها قلت له ايه يا دكتور؟ في ايه يا دكتور؟ حطيت ايدي على راسها وقعدت اقرا القران، راحت والده. والله العظيم. وشريهان عارفه ان هي اتولدت على ايديا. قلت لها بقى انت مولوده على ايديا، انا هشتم فيك؟ ده انا زي امك. طب ده انا اشتم نفسي؟ طب ده الكتاب انا مشتومه وانت مشتومه. طب قال لك امال مين؟ ما قلت لها هروح النيابه. بس رفع الدعوه عليكي. ده راح ما صدقتنيش. راحت رافعه قضيه وخدت حكم. وصراحه حقها، يعني كل الكلام اللي قدح والدم كمان انا مشتومه. يعني عشان هي ما عندهاش فكره يعني ان انا لما بس خدت حكم عليكي. خدت حكم عليا بالسجن. كم سنه؟ سنه مع الاجيال الشقه. بس اكتشفتها في الاستئناف لان القاضي عارف ان انا مش شتماه. خدوا بصمات صوتي وخدوا كل حاجه وعرفوا ان انا مظلومه. بس بقى اهل الشر اللي انت بالك فيهم، اللي مش عايز اقول اساميهم، سلطوها عشان اتسجن. مين؟ واحد. مين هو؟ مش هقوله. لا عم تقولي بطلت اقول عليه خلاص. ليش؟ انت معروف. طب شو اول حرف؟ طلع من السجن وهو قاعد. هيعمل ايه؟ هيكتب كتاب. مذكرات يكتبها، يا ريت يكتبها، عشان انا عندي الرد جامد وعندي مستندات جامده. قبل الكتاب وقبل ما تقولي لي عم نحكي عن مين، خبريني عن شريهان. شو صار بعدين؟ اصطلحت معاها. امتى؟ حبيبتي يا شريهان من زمان، ايام الثوره. لما كان في بتروح الميدان وبتاع، قالت خلي ماما تسامحني. سامحتها. لمين قالت هيك؟ لولد من ولادي. مش هقول على اسمه عشان مش عايز اسمه يتقال. اتكلمتوا على التليفون انت وشريهان؟ اتكلمنا على التليفون وقلت لها حبيبتي انا مسامحاكي وانت حبيبتي وانت بنتي، ازاي تفتكري ان انا زي امك وانا هشتمك يا شريهان؟ معقوله؟ ده انت متربيه مع اولادي. بس قعدنا نعيط بقى مع بعض احنا الاثنين واصطلحنا وخلاص. بس اللي عم بتقولي حسب قولك اللي حرضها عليك انت، هل قد عنده تاثير كان؟ يعني شان انا النيابه خدت بصمات صوتي والمحكمه برأتني اول مره، تقوم تاني مره ترفع عليا قضيه وتاخد حكم سجن. طب مش يبقى في حد وزها على كده عشان اتسجن؟ مين اللي وزها كده على كده؟ عشان مش عايزه اقول اسمه. ليش؟
كده. خايفة؟ لا مش خايفة، لكن بس مكسوفة بقى. لأنه خرج من السجن. لا مكسوفة بقى، خد عقابه، ربنا انتقم خلاص. يعني أنا أكون أقوى من ربنا؟ ربنا انتقم. لأنه السنة الماضية ما كنتيش خايفة، كنت بتقولي الأسامي كلها. السنة لأنه كان في السجن. السنة دي خرج من السجن بقيتي خايفة؟ لا والله مش خايفة. خايفة والله مش خايفة. وعشان ما بتقوليش الاسم. انت بتوقعني في الكلام. مش هقول. بس انا بقول لك انه احنا بنتكلم عن طرف ما حدش عارف عنه دلوقتي. يعني بقينا ربع ساعه بنتكلم عن شخص. والله عندك في الكتاب اسمه. خلي الناس تشتري كتاب وتقراه. فيما لو هذا الشخص يلي ما بدك تسميه، بدك تسميه انا؟ لا مش عايز. لا بقول بس ايه، لو ليحقك بالقانون هو خارج السجن هلا، معقولة؟ فيما عندي مستندات يا نشان. جايزوه عنده مستندات. هو طب هقول لك على حاجة، هو عايز يسجنني من زمان وعايز يقتلني ورتب لي قتل وكل حاجة. ده شنيع يا أخي، ده راجل شنيع. ده مش معقول. تلميذ صلاح نصر متفوق على صلاح نصر. تفوق خلاص. يعني صلاح نصر ده ما يجيش في جيبه الصغير ده. أنا عملت كتاب عشان أبرأ نفسي. نعم. اسمه أسرار المحاكمة. أسرار المحاكمة. وحطيت كل الصور بتاعت النساء المجندات على الغلاف من ورا ومن قدام، وقلت دولة الحق، دولة الظالم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. حلو. كتبت كده على ظهر الكتاب. مين النساء المجندات؟ لا مش على هقول. الصور مفيش، ممنوع اتكلم في رمضان. كتب الاسم في الكتاب، نشرت الصور على الكتاب. مش عايزه تقول. هقول لك ايه اللي حصل. مش تطول بالك عليا. انا مطول بالي بس. اللي حصل ان دخلت يعني المحكمه العسكريه وكانه عم نعمل فوازير دلوقتي. على الكتاب طبعته 500,000 نسخه عشان هيكسر. حطيت كل المستندات اللي ضد الراجل ده. هو عايز يسجنني، وراح المطبعه. بكلم اخبار اليوم، الكتاب يلا تعالوا خدوه من المطبعه. لقيت المطبعه اتقفلت بالشمع الاحمر، وخدوا صاحب المطبعه وصدروا الكتاب. والراجل ما عندكيش ولا نسخه من الكتاب؟ عندي. بطول بالك بس بحكي لك. اطول بالي. انت مستعجل ليه؟ لا مش مستعجل، بس عشان دخلت المحكمه. ده رحت لفؤاد باشا سراج الدين. كان حسني مبارك والكويت، والصدام دخل الكويت في اغسطس. دخلت له لقيته نازل من على السلالم من الوفد. امتى؟ باوائل التسعينيات. ايوه، نازل من على السلالم. قلت له يا باشا الحقني. قال لي في ايه؟ قلت له طالبيني في النيابه العسكريه. قال لي ليه؟ قلت له عشان الكتاب اللي عملته ضد صفوت الشريف. قال لي يا نهار اسود ما تروحيش. ضد مين؟ ضد صفوت. ما انت قلت الاسم اهو. خلاص معلش. بقالك ربع ساعه تقولي مش هقول الاسم يا مدام اعتماد. غلطت بقى وقلت. اوكي خلاص، مسموح. خلاص طيب اوكي. غلطت وقلت خلاص بقى معلش. خلاص قلت. يعمل اللي هو عايز يعمله، خليه يوريني. اول مره ما قدرش يوريني، هيوريني دلوقتي بعد ما خلاص. بعد ما ايه؟ قال لي بعد ما انتهى. ده عيال مريض عنده سرطان، بس هو داري نفسه يتعالج الاول، او ربنا بقى يشفيه. ربنا يشفيه ان شاء الله يا رب. ربنا يشفيه. بدعي له، تخيل بدعي له. قال لي فؤاد باشا اوعى تروحي. قلت له ليه؟ قال لي هتسجني. قلت له طيب. قال لي خدي اي محامي. كمال خالد عضو مجلس الشعب، كان راجل محترم، راجل محامي، عندك الاوراق بتاعته. مش لاقياه، بيصيف في دمياط في بلده. قال لي خدي اي محامي. اي محامي. خدت محامي، وانا وايهاب خورشيد ابني خدنا العربيه ورحنا المحامي، خبطنا عليه في بيته وخدناه من غير ما يعرف اي. وديناه المحكمه. انا وقفت انا وايهاب بره على الباب بتاع المحكمه بعيد، ودخلنا المحامي ما طلعش. دخل المحكمه ما طلعش. قالوا له احنا عايزينها يا صاحيه يا ميته، هاتها لنا دلوقتي حالا. قال له اجيبها لكم منين؟ قال له خدوا منه البطاقه وكرشوه الساعه 4 من 9 ل 4. قالوا روح دور لنا عليها. طيب رحت لقيت كمال خالد جه بقى. انا قلبي شو كنت تنصحيها لشريهان؟ لما كنت تجي لعندك شريهان وانت عم بتصوري اولاد الملجأ، كانت تزورك طبعا، بشو كنت تنصحيها؟ بنصحها؟ يا انا بقول لها يا شريهان ابعدي عن الحكام، عشان الحكام دول اذيه كبيره، اللي يقرب منهم بيروح في داهيه.
ده يوسف السباعي قال لي كلمه قلتها لها، قلت لها بيقول لي انت راكبه على الاسد، الناس خايفه منك وانت خايفه من الاسد، ابعدي عن الحكام وعن ما قدرتش تبعد، ما سمعتش كلامي لغايه ما جرى لها اللي جرى لها. ما سمعتش كلامي. لشو عم بتلمحي؟ اصل الواحد لما على شو عم بتلمحي؟ يعني تلميح لشو لغايه ما جرى لها اللي جرى لها؟ مين؟ بتقصدي ايه لما بتقولي لغايه ما جرى لها اللي جرى لها؟ يعني عملت حادثه وكانت هتموت واتكسرت وقعدت تتعالج. مدبره؟ مدبره طبعا. طبعا. مين اللي دبرها؟ الله اعلم. ما بتعرفي؟ ما اعرفش، حتى لو عرفت مش عايزه اقول لك يا نيشان، مش هقول لك يا نيشان، انت عارف كل حاجه. لا أنا مش عارف حاجه، انا عايز اسمع منك. والناس كلها عارفه. الناس كلها عارفه. بس انا مش لازم يعني في رمضان عهدت نفسي ان انا ما اتكلمش وحش على حد. حماس شريهان اليوم ب 2013 بميدان التحرير، غير انه هي مواطنه مصريه للصميم، غير انه هي مواطنه مصريه وبتحب مصر 24 قيراط، هل في نوع من الانتقام للماضي انت عم تذكريه؟ والله هي طلعت في التلفزيون وقالت ان انا اتعذبت كتير، حكت يعني. ما اعرفش قناه دريم ولا اني قناه طلع، لا العربيه. قالت انها اتعذبت مع نجوى قاسم، يعني اعترفت انها اتعذبت. يعني وانا عارفه انها اتعذبت قوي، انا عارفه كويس قوي. بس هي اصل ساعات احيانا يا نيشان الواحد وهو انت بتقولي ما سمعت نصيحتك؟ ما سمعتش نصيحتي. قلت لها سيب الناس دولت ما تقرب لهمش عشان خطر عليكي، ما سمعتش. لانه يعني نصحتها، وحتى نصحت ناس مقربين من الجماعه دول. مقربين قوي، قلت لهم قولوا لابنكم ما يقعدش في التلفزيون 24 ساعه علشان خاطر الوفد هتكتب. ما انا بقى حبيبه فؤاد باشا بنته تقريبا، انا يعني ممكن اروح اقول له. جريده الوفد يعني يكتبوا في الوفد القصه. فعلا بقوا يلمحوا في الوفد. وعشان كده الوفد اتكرهت، يعني كانت مكروهه لاخر لحظه. اعتماد خورشيد، اللعب مع الكبار دائما مؤذي بالنهايه؟ هقول لك ليه بناء على تجربتك انت. انا هقول لك ليه مؤذي. لانك انت دلوقتي مع الكبار وسمن على عسل، بعد كده هو الكبار بيتشالوا، انت بتترمي، لازم تتشمي. ما هو تشالوا، ما فيش كبير بيقعد على حاله. يعني مثلا وزير وانت الحاجه ده اللي حصل معك. اللي حصل معك. وانت بعدك على قيد الحياه بقدره رب العالمين. والله كان ممكن يصفوكي في لحظه. دبرت لي مؤامرات، صلاح نصر مؤامره ليقتلني، وكل الناس كانت شاهده عليها، لان كل بالسم. او 13,000 جنيه صرفهم من مال الدوله، والنائب العام هو اللي حكاها لي. انا ما كنتش عارفه انه كان هيقتلني، حكاها لي وانا في محكمه الثوره بشهد عليه. شوف ربنا طول الوقت ما كنتش عارفه ان هو هيقتلني، واتاريه هو كان هيقتلني، وما فلحتش الخطه بتاعته، ما رحتلوش. تخيل. ادي حاجه. نمره 2، ومين دبر لك المؤامره الثانيه؟ المؤامره الثانيه صفوت الشريف، وانا رايحه عند ماجد دريم دي، ولا دريم ماجد ريم ماجد. بصيت لقيت واحد بيكلمني يقول لي لو نزلت دلوقتي، وضربوا الصحفي اللي كان كاتب عني في الاذاعه والتلفزيون، ضربوه عوروه، كان جاي لي عشان نروح مدينه الانتاج، ضربوه عوروه في عينه، وجه معايا وهو متعور. فاكره اسم الصحفي؟ اسمه نسيت اسمه. علي. برافو عليك. واحد كلمني قال لي لو نزلت دلوقتي هيترش في وشك ميه نار، مش هتقدري تروحي. يا خبر اسود. وخلاص حتى البنت بقت تتكلم تقول اعتماد زمانها جاي، اتاخرت ساعه وهم مش عارفين يعملوا حاجه. كلمت الجيش وكلمت الشرطه وكلمت البوليس، كلمت الدنيا كلها. البوليس المأمور بنفسه جالي بحراسه، خدني وداني مدينه الاعلام، ماشيين ورايا الضباط. هذا اكبر دليل انه بالنهايه الجيش هو سند لإليك وبيحميكي من كل مأزق.
بنعرف محبتك وتقديرك حتى المحكمة العسكرية اليوم ادتني حكم إيقاف التنفيذ. ما سجنيش، ما قدرش يسجنني. ولا الأول مرة ولا تاني مرة عشان شريان رفعت قضية. كم سنة ضليتك متزوجة صلاح؟ 4 سنين. 4 سنوات. رح أسألك بعد 4 سنوات زواج أو خلال 4 سنوات زواج، هل ما أخذتي ولا عدوى من طباعه لصلاح نصر؟ ولا مرة تعلمتي، كنت تلميذة نجيبة لصلاح نصر بهال4 سنوات زواج؟ إنما بعد هذا الفاصل مع اعتماد خورشيد الصندوق الأسود لهذه الليلة من أنا والعسل. أربع سنوات زواج من صلاح نصر، كنت تلميذة نجيبة، تعلمتي منه، يعني أنت بتقولي إنه يعني تعلمتي منه حنكة، دهاء، ذكاء حاد، يعني بتدبري مؤامرات مثل ما بتقولي إنه هو بيعمل؟ لا والله. ولا تعلمتي؟ لا والله. كنت بريئة؟ أنا شخصيا كنت رافضاه. يعني رافضة طريقته في الحياة. يعني لما كان بيحكي لي بيموت الناس إزاي وبيقتل ده وبيحبس ده وبيسجد ده، كنت بستغرب. يعني كنت هو بعد ما بيمشي ببكي. حمزة بسيوني ده فظيع، صديقه فظيع فظيع. حمزة البسيوني عشان تعرف ربنا كبير قوي. هو طبعا قتل ناس كتير وذبح ناس كتير وموت ناس كتير، وهو ماشي هو ومراته وولاده، عربية مقطورة خدتهم دخلت فيه جرجرتهم كلهم ماتوا. مات موتة بشعة. نشان اللي بيعمل شر لازم يقعد له. وأنا عشان طول عمري بعمل خير ربنا واقف جنبي. أنا كنت بتبرع لمجلة صباح الخير لإحسان عبد القدوس كل شهر 50 جنيه للجامعة عشان الطلبة اللي ما بيقدروش يدفعوا مصاريف. أنا أيام ما كان الاستوديو عمال يجيب لي آلافات الجنيهات، واروح الاقصر للملاجئ افرق قماش، ويعني لغايه دلوقتي على فكره، لغايه دلوقتي ايدي سايبه. ما في يعني لو في جيبي 10 جنيه وحد قال لي هاتيها لله بديها له. طالما عم نحكي عن المبالغ الماليه، هل استعدتي ال 8000 جنيه اللي باقيين لك من محمد عبد الوهاب موسيقار الاجيال؟ 8 احكي لك القصه دي برضه، قولي لي، هتعجبك قوي. عبد الوهاب بخيل جدا، وهو عارف يعني مش هيزعل لو انا مثلا او اهله ان هو بخيل، الله يرحمه. فبصيت لقيته هو انا ليا عنده 8000 جنيه، فضرب لي تليفون قال لي انا جاي لك اتعشى عندك، اعملي لي باربيكيو. انا عندي طباخ وعندي داده وعندي خدامين كتير في فيلتي في الهرم. نعم. فهو يحب يجي يقعد في الجنينه، قلت له تعالى اتفضل اقعد في الجنينه. دخل جايب بطيخه، عبد الفتاح البارودي ناقد فني محترم بتاع سينما بينقد الافلام، شايل له البطيخه، والتاني السواق شايل له اللحمه، جايب لحمه بطيخه وعنب. عملنا له جايب لك بطيخ وعنب ولحمه والله العظيم شو جاب البخل؟ استغربت اتخضيت للكريم ليه العز ده اللي انا فيه. عملوا له الاكل كل واتبسط، دخل جوه مع داده نفيسه بتاعتي، الداده اللي مربياني، دخل غسل العنب بالصابونه وغسل البطيخه من بره وقطعها بالسكينه وخلى الطباخ وديها له في يمكن عنده وسواس بالنظافه. قعد ياكل البطيخه بالمعلقه، مش زينا كده بالمعلقه من قلبها نصين، والله لا والله ما بكذب. والعنب مصبينه وقعد ياكل ومفرطه وقعد ياكل بايديه. خلاص عرق من كتر الاكل. بعت عبد الفتاح البارودي العربيه بتاعته، جاب اللبس اللي هو بيمشي ومعاه فانيلا وبودره وفوطه، ودخلوا في الصالون قعدوا يعملوا البتاع ده، يقلع ويغير. انا بره في الجنينه. بعد كده قال لي تعالي يا اعتماد سمعيني مزيكا. قلت له حاضر. قال لي هاتي بيتهوفن. خورشيد عنده اسطوانات، ما كانش فيه اسطوانات. دورت له قال لي هاتي لي ورقه وقلم. جبت له ورقه وقلم، قعد يكتب يعيد، اعديها تاني يكتب، اعديها تاني يكتب. صلاح نصر بره ما يعرفش ان عبد الوهاب جاي. على الباب بيضرب، مين عندك؟ قلت له عبد الوهاب. قال لي جاي يعمل ايه؟ مشيه حالا.
جاي عشان انا ليا فلوس، وجاي بيتفق معايا بكره هياخدني عند عبد القادر حاتم وزير الثقافه، كان زمان عبد القادر حاتم الوزير بتاع التلفزيون. قال لي خليه يمشي، انا خليه يمشي احسن حاجه اقطع رقبتك ورقبته. هو من وين بيكلمك؟ بالتليفون. بالتليفون من بره بالتليفون بيكلمني في تليفون البيت. ما كانش فيه موبايلات ولا حاجه. طبعا. قلت لدادا نفيسه اعمل ايه يا دادا؟ قولي لي اعمل ايه يا بصيبتي؟ اعمل ايه يا دادا؟ اعمل ايه يا دادا؟ هيجي يموتني يا دادا. قالت لي انت عايز عبد الوهاب يمشي؟ قلت لها اه. قالت لي طيب انا همشيه. جابت المقشه وحطت فيها ابر دبوس والله العظيم ودخلتها التواليت. شو هالخرافه؟ نعم. قلبتها كده ودخلتها التواليت. بعد 10 دقايق عبد الوهاب راح ماشي. قال لي بكره الساعه 10 الصبح انا هجيلك، هبعت لك العربيه تاخدك عشان نروح لعبد القادر حاتم اجيب لك ال 8000 جنيه بتوعه. قلت له ماشي اوكي. دخل بقى صلاح ناصر بيعمل هنا ايه؟ ابن اللي انا مش هخليه يشوفك. قلت له ده ليه 8000 جنيه؟ عايز اخدهم حق الافلام اللي انا طبعتها من التلفزيون، حرام عليك مش هتشوفيه. ما صدقتوش طبعا. عبد الوهاب وصاحبه. المهم والله ضربت تليفون الصبح الساعه 9 قلت لها فين عبد الوهاب عشان يوديني عند مسافر مش موجود خالص. لغايه هذه اللحظه الراجل مات وعاش وانا ما شفتوش. من سنه 65 ما شفتوش لغايه. وإلك في بذمته كان 8000 جنيه. انت سيده جميله كنتي، عيون حلوه، قامه ممشوقه ومنتجه، يعني عندك استقلاليه ماديه لانه بتطلعي مصاري، كنت بتطلعي فلوس. كان عينه على غيرك؟ يعني كانت عينه زيغه يعني على غير سيدات؟ يا نيشان ده مش انا، ده في 200 واحده. في ناس كتير. في ناس كتير ستات، وستات ما هم مكتوبين في التحقيقات. امال انا ليه ماسكه زله؟ انا ماسكه عليهم زله. هو انا لو ما كانش كلامي جد كانوا صدقوني؟ كان عبد الناصر سابني؟ والنبي ربنا يخليك قول الحقيقه، كانوا سابوني. ما هم بيقتلوا. لو انا بشتغل جاسوسه في المخابرات ما كانوا قتلوني، عشان الجاسوس لازم يتقتل. كان يصير في تأثير على بعض الفنانات؟ يعني كان يصير في هو كان ضغط عليهم؟ لا ورضوخ من قبلهم؟ لا هو بمزاجهم. لا بمزاجهم، اتجندوا بمزاجهم. كان في ناس بمزاجها يعني؟ والله مش كله اجباري، بس اللي كانت بترفضه كان بيموتها. يعني واحده رفضته قتلها. مين؟ في بنت متجوزه دكتور، هي كانت دكتوره صغيره، الاستاذ بتاعها في كليه الطب حبها واتجوزها. هي بنت ناس كبار قوي وهو ابن بشوات. بتحب عبد الحليم حافظ، طول النهار وطول الليل مشغله عبد الحليم حافظ. وعندها ولد حلو كده ابن الدكتور ده، وجميله جدا. عينه راحت لها، بعت لها ثانيه قراعه. ثانيه قراعه ديت اللي هي جات لي قبل كده، اللي اتكلمنا عنها في انا والعسل الجزء الاول. ايوه برافو عليك. قالت لها انت مش بتحبي عبد الحليم حافظ؟ قالت لها قالت لها طب خدي شويه شرايط هو بعتها لك. جابت لها شرايط. بعد شويه قالت لها ما تيجي تروحي له المكتب؟ قالت لها ما اقدرش. صلاح ناصر راح مصفر الراجل مأموريه في امريكا، وبعت لها ثانيه قراعه تاني. قالت لها مش جوزك مسافر؟ ما تيجي. قالت لها ما اقدرش اخرج من غير اذنه. قالت لها تعالي ده انت هتروحي له المكتب. البت لبست واتزوقت والمظات وبتاع، غنيه مليونيره، وخدت عربيتها وخدت ثانيه قراعه معاها وراحوا المكتب. العماره اللي قدام ميريديان دي انا قلتها لعبد الناصر فعلا، وهقول لك ايه اللي حصل بعد كده. ميريديان قبل العماره اللي ميريديان، بس عارف الناس عن ثانيه قراعه؟ مالها؟ عرفي الناس عنها. عرفها كاتبه اسلاميه بتكتب في الدين والشعر، وجاسوسه صلاح ناصر طول عمرها، حتى من ايام الملك فاروق كانت في السلك السياسي وخدها صلاح ناصر. وبعدين ايه؟ هي بتجيب له الستات. وكاتبه ربع العدويه، المصيبه عامله ربع العدويه، كاتبه مهمه جدا. وجوزها الدكتور شهدي ده لواء في الجيش مع صلاح ناصر، وجاسوس برضه مخابرات.
هيدا عم نحكي بالزمن القديم هلا، بس قولي لي شغله مهمه، كيف انتهت يعني ثانيه قراعه؟ ازاي يعني انتهت هيدا اسم الحركه تبعها ولا اسمها الحقيقي؟ بالعامة، لا اسمها الحقيقي، بالعامة والفقر بعد عنك. لما راحت حياتها كانت مزبلة في الآخر، موتة بشعة. ما لقيتش حد يشربها كوباية مي، ولادها تخلوا عنها. حنرجع للدكتوره لو سمحتي، وبنايه المريدي لعماره المريدي. الدكتوره لبست وراحت معاها، ضربت الجرس ثانيه وراحت فتحوا لها الباب. دخلت الدكتوره لقت رجاله غريبه، ما فيش عبد الحليم. قالت لها فين عبد الحليم؟ قالت لها اتفضلي بس هو جاي حالا. قالت لها ده مش مكتب ده صالون. قالت لها اتفضلي هو جاي حالا. وشو صار؟ مشيت ثانيه ورا، هربت بقى خلاص، وصلت الامانه وهربت. طلع لها صلاح نصر بقى، قال لها انت عايزه عبد الحليم؟ تعالي في الاوضه هوريهولك. دخلها في اوضه النوم، لقت الاوضه مش مكتب زي حكايتي. قالت له طيب زي حكايه السنه اللي فاتت اللي رويتيها، ما لقيتهاش مكتب. قال لها طب بس يعني سرير لا بس دخلها. قال لها، قالت له طب استناني بس دقيقه بره لغايه اغير هدومي. كويس يا انشا. راحت رمي نفسها من البلكونه من 8 دور، نزلت ميته. بعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ هم طبعا سابوا الشقه وطلعوا اشاعه ان هي كانت في بيت مشبوه والاداب طب عليها فموتت، رمت نفسها. طبعا جوزها رجع من بره، قالوا له مراتك كانت في بيت كذا كذا والاداب طب عليها. امها طبعا عميت من كتر العياط وما ردتش تدفنها واترمت. راحوا رموها دفنوها في تراب مهجوره. لما الراجل رجع ولقى مراته كده اهو، طبعا اتصدم صدمه حياه، باع القصر بتاعه وهاجر على امريكا. نفس القصه اللي رويتي لي اياها عن سندريلا سعاد حسني السنه اللي مضيت كمان، نفس القصه قلتي لي عن سعاد حسني؟ مالها؟ قلتي لي عن هل انتحرت او هل قتلت او ده كانت طريقته كده بقى، يجيب الناس بالقوه. بس انت ما عندك ادله، يعني ما عندك اثباتات طبعا بالنسبه لسعاد حسني. انا هقول لك ايه اللي حصل. بالنسبه لسعاد اللي حصل ان عبد الناصر لما حكيت له قال لي طيب خلاص نبعت نجيبه. اتصل ببره وبامريكا طبعا عبد الناصر. قالوا له تعالى دي مراتك مظلومه وتعالى عشان نقول لك الحقيقه. الراجل جاب عزاله وجاي من امريكا، طبعا المخابرات ما تخلوش يجي، ما تخلوش يعرف الحقيقه. ضربوه بالعربيه، قلبوا له العربيه، مات هو وابنه. بعد الفاصل رح اسالك عن اسماء وما عرفش نجمات وفنانات بتقولي عنهم مجندات وهويدا بنت الصبوحه، وقصه هويدا معك بعد الفاصل مع اعتماد خورشيد. بدك تشوفي صورة، أي صورة بطالبة تشوفي؟ اللبسة دي شهرزاد، اعتماد زاد. الله دي صورتي حلوة؟ حلوة أوي. حلوة. لما كنت بسباكي من 10 قد ايه كان جمالك؟ لو تدي علامة نقط يعني لروحك على جمالك من 10. والله من 10 جمالي زمان. لكن دلوقتي انا عجزت. لا زمان قد ايه كان من 10؟ زمان نمرة 1 مفيش غيري. يعني 10 على 10؟ 10 على 10. هقول لك ليه؟ يعني بزمن لبنى عبد العزيز وفاتن حمامه ومريم فخر الدين انت كنتي اجمل؟ انا كنت والله انت تقول بس الصور عندك اهي الصوره عندك اهي. تديها كام دي؟ انت قول، انا مش هقول. ما تتكلم يعني من الاوائل يعني. طب ما تقول كده. من الاوائل. من الاوائل. كيفك اليوم مع نجمات الزمن الجميل؟ سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والله فاتن السيدة مريم فخر بعيد قوي، الدين، السيدة لبنى عبد العزيز. لبنى عبد العزيز انا قلت لصلاح نصر عندها سل ما تقرب لهاش، هرب منها وخاف، خلصتها منه. سل؟ مرض السل يعني قلت صلاح نصر هيك قلت له؟ جت من امريكا ما كلمتنيش، مع انها كانت صديقتي جدا واخداها في فيلم من انتاجي. غرام الاسياد. غرام الاسياد، انتاج انا ورمسيس نجيب شركه.
وانا اللي جايبه القصه من يوسف السباعي، وانا رمسيس نجيب كان قصتين. رمسيس نجيب زوجة. انا ورمسيس شركه مع بعض، عشان جوزها قال لي بلاش برلانتي عبد الحميد وخدي دي، خلى برلانتي عبد الحميد تعمل عداء بيني وبينها لغايه النهارده. لغايه وليه ما كلمتك السيده لبنى عبد العزيز لما رجعت من امريكا؟ مين؟ مدام لبنى ليه ما كلمتك؟ ما كلمتنيش. ليه؟ ما اعرفش. جت من امريكا ما كلمها ايه؟ هقول لك على حاجه، كل الوسط السينمائي لما دخل صلاح نصر في حياتي كلهم بعدوا عني بصراحه يعني. ولما بقيتي شبهه. ولما شهدت بقيتي شبهه لما ولما شهدت عليهم وطلعت كتاب. انا طلعت كتاب ما كنتش عايز اعمل كتاب، بس من كتر المأساة اللي انا شفتها قلت عليا وعلى اعدائي بقى. فضحت الكون. خلاص، لا خلاص بقى، خلاص. مريم فخر الدين، لان حسين الشافعي قال لي انت ما بتكتبيش مذكراتك. قلت له لا، اداني الفكره، فضلت في دماغي لغايه ما رجعت من فرنسا على لبنان، من لبنان على مصر كتبت، لقيت كوارث. على بهذه الصوره انت ونجمات. ادي اهي، ديت ماجده، ودي مريم فخر الدين، وديت برلانتي اللي هي مامه البنت الممثله هدى رمزي. دي مامه هدى رمزي دي الحلوه دي. يوميا كانوا بيجوا لي دول. مريم فخر الدين كانت بتجيب بنتها ايمان تلعب في الجنينه مع اولادي، مع حماده. لغايه النهارده ايمان بنت مريم بتكلم حماده اللي شتمتني وبهدلتني. مريم فخر الدين بتكلمك؟ لا، كلمتني، شتمتني مع توني خليفه، وانا رفعت عليها قضيه وكسبت القضيه. النيابه قالوا لي حرام، دي رجلها اتكسرت بعد ما شتمتك ومكسحه وما عندهاش فلوس بتبيع بتاع، ما تاخديش منها ال 20,000 جنيه تعويض. رحت كلمتها، يا مريم انا هسامحك ومش عايزه منك حاجه، والله دايما بسامح الناس، بس اعتذري لي في الجورنال في بتاع زي ما شتمتيني، اعتذري. قالت هعتذر لك والله بس اتنازلي. قلت لها حاضر. اتنازلت ولا اعتذرت ليه ولا كلمتني من يوميها. بس بنتها بتكلم ابني على النت، ايمان، لان ايمان كانت صغيره وبتلعب مع ابني مع حماده الكبير. بنحيي لها الزميل والصديق توني خليفه. بحيي توني خليفه على البرنامج الناجح اللي بيقدمه في القاهره والناس. طبعا. بتمنى له التوفيق. توني خليفه ناجح جدا طبعا. وبعدين مره قابلني في بيروت قال لي يا اعتماد عايز اعمل لك 10 حلقات. مسلسل يعني. 10 لا حلقات ورا بعض، واحده ورا الثانيه. قلت له ليه؟ قال لي لان فؤاد باشا قال له ان اعتماد مش تعمل فيلم، تعمل 10 افلام طبعا من قصة حياتك. طبعا. وضحك. شفته هنا في بيروت وفي مصر قال لي انا هحضر لك مفاجاه، بس نسي يعني. ما انا كفايه عليا انت. اهلا وسهلا، كلنا واحد. البركه فيك. يا اهلا وسهلا فيكي. بدنا صوره اخرى كمان. اللي جنبها دي جنب مريم مش عارفاها بصراحه. مش ممثله، ما اعرفهاش دي مين. عمر الشريف. ماجده اهي، ادي عمر الشريف. عمر الشريف ده جعفر بتاع الكف، بيشوف الكف الكل بتوع السينما. شو يعني منجم بيشوف بالكف؟ بيشوف الكف فاتن وشاف لعبد الناصر. شاف لك؟ وشاف لي كتير كل حياتي. شو شاف لعمر الشريف؟ وشاف لعمر الشريف قال له بقى ايه؟ اولا عمر الشريف جه مع يوسف شاهين عند خورشيد، عمل له تيست قبل صراع في الوادي، فقال له يا جو ده هيبقى نجم عالمي كويس، ده شكله حلو. جعفر في صراع في الوادي شاف صراع في المينا، كنت انا معاهم في اسكندريه، شاف له قال له انت هتبقى نجم عالمي. قال لي يا عم روح بقى كده، عالمي ايه وبتاع انت بتقول تصدق؟ قال له اهو، وهتسافر بره وترجع وتسافر وترجع وتسافر ما ترجعش، وهتطلق فاتن حمامه بعد 7 سنين. هيك قال له جعفر؟ قال له طب اكتبها لي بقى في تقرير. كان جعفر بيكتب تقارير، كتبها له بالانجليزي عشان فاتن ما تعرفهاش، ما تعرفش طلعتها من جيبه وقريتها وعرفت. تقول لي كده يا اعتماد تجيبي عمر الشريف عندك وجعفر يقول انه هيطلقني كده برضه. افتكرت انا سلطت جعفر. تخيل الظلم، وانا ما سلطتش جعفر. فعلا سافر وما رجعش وسافر ما رجعش، وفعلا بقى نجم عالمي. صلاح نصر كان عايز يجنده، خد بعضه ومشي ما رجعش.
صلاح نصر كان عايز يجند عمر الشريف. يجند. كيف يعني؟ وقالها في التلفزيون من كام يوم. يجندوا لصالح مين يعني، او لصالح هو لصالحه. يسلطوا على مين؟ يسلطوا على اي حد جاي من بره، من جوه، من اي شغلته. شرطه المخابرات ما اعرفش يسلطوا على مين. ما هيسلطوا على مين؟ على الناس اللي بيجوا من بره، الاجانب. مش عارفه يعني يسلطوا على مين؟ على الاجانب اللي بيجوا من بره. مش اجانب بس، على ناس من لبنان يعني، او من على اي حد. انا ما اعرفش والله بيسلطها. المهم ان هو رفض. وقالها في التلفزيون اول امبارح او من كام يوم كده. انا خدت بيقول لها بس بس جاوبيني على السؤال لو سمحتي. يجند عمر الشريف حتى يعني يشبك حد بغرامه يعني، عشان يعرفوا اسرار. بالظبط كده. بالظبط. مين؟ ايوه برافو عليك. كمان في فاتن حمامه كان عايز يجندها. ما رفعت عليهم قضيه. بس عمر الشريف كرمال مين؟ يوقع مين في غرامه عشان ياخد اسرار؟ هو عمر الشريف انا ما اعرفش بالظبط كان هيجنده ليه. بصراحه يعني كان عايز، بس هو رفض ومشي. بس ما اعرفش كان عايز يجنده ليه حقيقي. ما انا ما اقدرش حاجه، ما اقدرش اقول لك بالظلم يعني. قصدي ما اقدرش. ما انك اكيد من المعلومه. ما اعرفش والله. المهم ما رضيش ومشي. حد تجند برضاه يعني؟ في برضا مين؟ برضاها يعني، انه نجمه تجندت بخاطرها يعني، برضاها تجندت، كانت موافقه. كلهم كانوا موافقين. ما حدش رفض. ما حدش رفض غيري وسعاد حسني. كلهم كانوا موافقين. لما برنامج اتجندت هي اللي راحت واتجندت بمزاجها مثلا. كلهم طب في 2 كانوا بيتخانقوا عليه بيحبوه. مين؟ والله العظيم. والله العظيم. مين؟ وفي المحكمه قالوها. مين؟ محكمه الثوره. مين هم؟ 2 نجمه ونجمه. هم مين؟ كانوا بيضربوا بعض، ودي تقول لا ده بيحبنا ودي تقول لا بيحبنا. بيشغلهم في التلفزيون الاثنين وخلاهم يتشهروا بهم فوق. نجمات نعرفهم يعني؟ تعرفهم طبعا. تخيل 2 بيتخانقوا على صلاح نصر. لحظه، لا بس مين؟ انا من الصور اللي مرقوا ولا ما فيش لا ما فيش. ما شفناهمش؟ ما فيش. لا مش موجودين واحده منهم قابلتني في القطر وهي بتحقق وانا بروح المخابرات عشان اقول لهم على الكلام. تقول لي حرام عليكي انت هتودي صلاح نصر في داهيه. قلت لها داهيه لما تشيلي. كانوا المخابرات قاعدين جنبنا في القطر وسامعين الكلام. مش قلت لها داهيه لما تشيلك. انت بتدافع عنه؟ تقول لي حرام هو عمل لك ايه؟ قلت لها يا نهار اسود. بس هي مين دي؟ كانت بتكسب من وراه هي مين دي؟ اعتماد هي مين دي؟ واحده. هي لسه عايشه على قيد الحياه؟ بيني وبينك هقول لك. على قيد الحياه؟ ومليارديره. ملايين عندها بلاوي. والثانيه مليارديره. الاولانيه ما بتشتغلش. قالت لي حرام عليك هتقولي ده عندها ملايين ما بتشتغلش بطلت السنه. لكن الثانيه شغاله زي الحريقه. شغاله بتشتغل زي الحريقه لغايه دلوقتي. نار مولعه. تشتغل سينما ولا دراما؟ سينما وكل حاجه. سينما ومسلسلات وكل حاجه. شغاله جامد والله العظيم. والله شكلي عرفتها. مش عارفه بس كنت عرفتها. شغاله بشكل فظيع. يا ساتر الرب. دول حد يعمل كده؟ طب قولي. في حد يحب صلاح نصر بذمتك؟ قولي لي اول حرف من اسمها زي الكلمات المتقاطعه. مين؟ اول حرف من اسمها زي الكلمات المتقاطعه. ر. والثانيه شين. شين ور. بس فكر بقى زي ما انت عايز. انا فكرت خلاص. بس خلاص. فكر زي ما انت عايز. انت وهويده بنت الصبوحه. لا هويده دي بقى ابوها انور منسي كان بيجيبها عندنا في الجنينه. يا دي هويده. ادي حماده الفوق ده هو اللي اتجوزها الكبير قوي. والهام عازف الجيتار. حماده ابنك. والهاب اهو اللي انت شفته. صح. وادهم الصغير ده بيشتغل صحفي. ده الصغير صح ده. صح. اخر واحد ده الصغير اخر واحد. وادي هويده الملكه هويده. الملكه هويده. ليه اتطلقوا؟ قبل اقول لي ليه اتجوزوا؟ ليه اتجوزوا؟ مش ليه اتطلقوا. دي كانت صغيره بيبي. كان ابوها بيجيبها عندنا تلعب في الجنينه مع حماده الكبير اللي اتجوزها ده. دخلوا المانور هاوس مع بعض الاثنين
وبعدين خلاص المدرسه نعم. انجليزي طبعا. وبعدين خلاص كل واحد راح في حاله والدنيا حصلت اتفرقنا بقى. بعد ما رجعت من فرنسا وجيت لبنان لقيتها كبيره عروس. هويده حبيبتي انت كبرتي وبقيتي عروس. يا طنط وبتاع. قعدنا نبوس في بعض. قلت له حماده والنبي تتجوز هويده. انا بحبها ولا بيحبها ولا مفيش حب ولا حاجه. يا هويده تتجوزي حماده؟ قالت لي انت عايزه كده يا طنط؟ قلت لها قالت لي طيب اتجوزه. والله العظيم اتجوزت صباح. قالت له يا حماده هتندم. ده هتندم. قال لها لا بحبها خلاص عايزه اتجوزها. بيسمع كلامي بقى. اتجوزها. كنت انا واخده فيلا في خالده على البحر. فاخدتها في البيت. قعدت عندي شهر ما تفهموش مع بعض. ليه؟ هو بيتكلم انجليزي وهي بتتكلم هندي. الله العظيم. هو يقول شمال هي تقول له يمين. مجنونه مجانين هما الاثنين على فكره، مش هي بس، هما الاثنين. قلت انا عايزه اتطلق. ما بيحبوش بعض. اتجوزوا عشان خاطري، يعني انا جوزتهم عشان خاطري. فقلت له طلقني. قال لها حاضر. راح لنا لصباح قال لها انا عايزه اطلقها. قلت له طلقها. شغل عيال يعني. شهر باين ولا شهرين. بس شو كان سبب من غير سبب. ما مش فاهمين بعض. بقول لك واحده بتتكلم انجليزي والتانيه بتتكلم تركي. بس لما هويدا عادت سافرت الى مصر احتضنتيها لهويدا. طول بقى انا سافرت بقى خلاص مصر وعملت فرقه وخرشت شو وبتاع وشيراتون القاهره. طبعا اتزحلقنا منها فبعمل فرقه تانيه برضو بالولاد. جت صباح قالت لي انت عامله؟ قلت لها بعمل فرقه وعملت فرقه وحصل كذا من صفوه الشريف بن الشيراتون سلط عليا الراجل بتاع. بعمل يعني بقى اروح قلت لها في مينا هاوس. كلمنا مينا هاوس. قلت طب انا حابب معاكي هويدا تشتغل معاكي. قلت لها يا ريت انا عايزه مطربه فعلا. اشتغلت هويدا شو كسر الدنيا. بقوا يجوا بالطيارات من بره. صباح بنت الحلال دي الحلوه الجميله كل يوم تعمل لي ترابيزه في 20 نفر عشان تثبت للعالم ان هي في فلوس داخله من هاوس، في ناس بتصرف. تعزم الناس كلها اصحابها ويدفعوا. فؤاد باشا جالي 3 مرات. حسن ابراهيم تالي كله عملنا حركات. كله حركات طبخ يعني ماركتينج يعني تسويق. تسويق برضه يا نشان. في الاخر هو اثر وخلانا اتخانقنا مع بعض نعم. طب هي ما تعرفش. هي ما تعرفش. طب لا هو ده هقول لها صفوة الشريف بيحاربنا. مين من فنانات اليوم بتحبي تشوفيها تسمعيها؟ الفنانات المطربات اليوم الجيل ده. المطربات شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب بتحبيها؟ بحبها. ونحن كمان. ومين برضو؟ مين المطربات بتوع اليوم؟ انت مين بقى؟ طب قولي لي اسامي. انت قولي لي. شيرين يعني جت على بسمعها. انغام بحبها. انغام بحبها. الست اللي كانت معاك امبارح دي حلوه جميله. مايا دياب بتحبيها؟ جميله حبيتها قوي. بحبها قوي. ايه اللي حبيت؟ تصور واحده بتشكر في مصر قبل ايه وعملت اغنيه ايه الجمال بتاعها ده. ده انا يعني دي جميله. انا هتجنن عليها والله. عايزه اشوفها قبل ما اسافر ابوسها اي حاجه. خلاص هلا هتكلميها وتبوسيها وتشوفيها. يا ريت والله العظيم بحبها قوي. وبعدين حلوه. ايه الجمال ده يا اخي. حلوه سكرايه. ايه الجمال. بونبونايه. مايا. طب حدوته مصريه. على كل حال مش هنقدر على اليهود، مسيطرين على كل حاجه. الله ما انت زعلت عليهم لما مشوا من اسكندريه. ايه قلبت عنصري؟ قصدي الصهاينه. تقدر تنكر انهم ماسكين اعلام العالم بحاله؟ خد يا سامي. اعتماد هانم بتقول انها عايزاك في حاجه مهمه قوي. الو. ايه وحياة ربنا. وحياتك كنت برقص مع اهم عضو لجنه التحكيم وقال لي مبروك جائزه التمثيل اخدتها مصر. الواد بتاع سكه الحديد. ايوه باب الحديد. ايوه انت. امال انا عارفين انا في ايه؟
شفتوا؟ ربنا عوضها لي. جايزة التمثيل الأولى لسيادتك. والدك ما بعتليش تلغراف ليه؟ كنت لحقت طيارة الصبح. تلاقيه لابس على الاخر وطالع السليم اهو. اعتبال هانم كانت هناك مع جوزها، رقصت مع واحد من اعضاء لجنة التحكيم. اولا خليني اقول لك انه دي حبيبه قلب الملايين يسرى، حتكون ضيفتي بكره باذن الله، حتكون منورانا. هيدا مقتطف من فيلم حتوته مصريه، ودورك تجسد بهذا الفيلم يلي هو انت لما خبرت يوسف شاهين انه نال الجائزه بروسيا. ادي صورتي مع، شوف بقى لما كنت في روسيا، لما رحت روسيا، انا رحت روسيا على حسابي هناك، والراجل رئيس لجنه التحكيم قال لي تسمعي ترقصي معايا؟ قلت الخرشد ايه رايك؟ الاتيكيت بقى زمان كان في اتيكيت، قمت رقصت معاه وانا برقص معاه، قال لي انا اديت ليوسف شاهين الجايزه. فرحت مكلماه بالتليفون وقايله له، راح متجنن زي ما انت شفت كده. وعملوا الفيلم. خد وريني، طلع الصوره اللي انا وهو مع بعض هلا بنحطها، لابسه الفرو بس بدي اخلي مايا دياب تحكيكي لانه تلفنت. مايا انت سبيكر فون. بونسوار ست اعتماد حبيبتي. مبسوطه كثير عن جد، تحيه كثير كبيره منك لإلي. الله يخليك يا حبيبي، انا بحبك قوي يا مايا، والله والله لو كان عندي وقت لكنت اجي اشوفك او تجي لي، عايزه ابوسك، عايزه اكلك من كتر جمالك. رح اجي بوسك وحياتك، رح اجي بوسك. يلا خلص الحلقه. جد تحيه لإلك ولكل اهل مصر، انا عن جد بحبهم من قلبي. الله على فكره اشتقت له لنيشان من امبارح لليوم، لازم تقولي له والله. وسمعتك مايا وانا اشتقت لك كمان. هي كمان عايزه تبوسني. ايه رايك بقى؟ شكرا مايا. يا حبيبتي يا حبيبتي، والله ربنا يخليكي يا رب، انت جميله وحلوه، انا بحبك قوي. انت اللي ماشي منك وست الستات. اليوم استثنائيا لانه كل حلقتك حد السيف واجاباتك، لغينا السيوف كلها الليله بس كرمالك انت. اعتماد خورشيد، اي افلام بالسينما المصريه تنفذت وكانت مستوحاة من قصصك انت؟ حدوته مصريه، الراقصه والسياسي، سوق العصر، الكرنك، وراء الشمس، كشف المستور، الزوجة الثانية، كشف المستور، الزوجة الثانية بتاعت سعاد حسني لما اتجوز طلقها من جوزها، ولا يعني الزوجة الثانية انت عارفها. كشف المستور، زائر الفجر. بكشف المستور نبيلة عبيد كانت مهددة، ايوه، بفيلم، انت صار معك نفس الشيء. ايش نشان؟ بسألك، انا كنت هتقتل. دبروني كذا مرة، قتل. صوروكي فيلم؟ قتل. صوروني فين؟ فيلم هددوكي بفيلم؟ لا ما فيش، ده اشاعه طلعها صفوت الشريف. لا ده غير التحقيقات. بص، لما صلاح عندك كمال خالد رفع قضيه على صلاح ناصر وراح سلمه الاعلان اهو، انا بعت لك القضيه موجودين، شفتهم. يبقى انا كنت مظلومه برفع عليه قضيه عشان يدينا تعويض عن الخسائر وعن البهدله. فضلوا يقولوا هاتوا الملف، ما جابوش الملف. بس انت بتجزمي انه ما كانش في تسجيل ليكي؟ ده غيروا التحقيقات بتاعتي كلها الحقيقيه، هي دي التحقيقات. ده في مليون حد بيحقق فيهم. دول حط تحقيقات من عنده على مزاجه ان انا صورني وان كلام حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص دخل السجن. عم بتزوري ابو ظبي؟ والله انا بقول لك، جايه راشد، كان فيها احمد خليفه السويدي وراشد عبد الله بيدرسوا في مصر. احمد خليفه مستشار الشيخ زايد بقى، وراشد عبد الله وزير الخارجيه. انا كنت في بيروت، سبت مصر بقى وفرنسا وجيت عندكم هنا في بيروت.
جالي راشد عبد الله فجأة شافني، فجأة كنت قاعدة في كافيتيريا مع بنتي ومع إلهامي ومع الله يرحمها نيفي. الله نعم. يرحمه. قال لي ايه تعالي انت كنت هنا بتعملي ايه؟ قلت له وحصل حكيت له القصه. قال لي طب تعالي ابو ظبي نخلي الهامي يطلع في يعني عايز يخليني ازور ابو ظبي، الهامي يلعب مزيكا في الاذاعه والتلفزيون في ابو ظبي. قلت له ماشي. سافرنا ابو ظبي، نزلوني في الهيلتون انا والهامي. الشيخ زايد كان بيفتتح الهيلتون. الله يرحمه. فانا نازله عشان اسلم عليه واشوفه، بحبه. لقيته اول مره اخش ابو ظبي لقيت احمد خليفه مدام اعتماد وخدني بالحضن قدام كل الرجاله وقلت الحمد لله على السلامه. ايه اللي جابك ابو ظبي؟ قلت له والله راشد قابلني وقال لي خلي إلهام يجي يشتغل شويه في التلفزيون عندكم. قال لي قلت له ممكن اسلم على الشيخ زايد؟ قال لي داخل الشيخ زايد عشان يقص الشريط. سلمت عليه، قال له دي مدام اعتماد من مصر. قال لي انت مصريه وشد على ايدي. انا بحب مصر قوي، بحب المصريين قوي. قلت له ربنا يخليك ويطول عمرك. قال لي الحمد لله على سلامتك. نعم. سلمت عليه ورحت. نعم. جه سلطان الهملي ورا نيفين عشان شافها في بيروت مره، فبعت لي واحد لبناني صاحبه على مصر. سلطان عايز يتجوز. قلت له والله يتفضل يجي مصر. كنت انا بقى في مصر. جالي مصر، قلت لها نيفين تتجوزي الراجل ده انت بتحبها؟ نعم. قال لي انا هتجنن عايزه اتجوزها عجبتني. يا نيفين تتجوزيه؟ قالت لي والله يا ماما انتوا اللي تقولوا. قلت له سلطان شاب محترم جدا. نعم. راجل شخصيه عظيمه. نعم. اتجوزها بس في حاجه حصلت زعلته مني. اللي بسرعه لانه خلص الوقت. ها؟ اللي بسرعه لانه هيخلص الوقت. يلا خلاص بس خلاص ماتت بحادثه عربيه. نعم. وما شفتهاش لغايه دلوقتي، وهو زعلان مني عشان قرا الكتاب. نعم. اللي بشتمها فيه شريهان. نعم. وانا طبعا خد موقف، فعم تحيي على الهوا هلا. بس انا بحبه. نعم. خليني اقول لك اخر سؤال، وقعتي على تمرد؟ مضيت انا على تمرد واولادي والجيران كلهم. نعم. وانا بشكر الفريق عبد الفتاح السيسي. نعم. على المجهود الجبار. رفعنا. شكرا لك اعتماد خورشيد. بكره ضيفتي هي يسرى الكبيرة في الفن السينمائي والدراما في مصر والعالم العربي. ما تقدمت به الليلة السيدة اعتماد خورشيد مثل السنة اللي فاتت، كل شيء قالته هي مسؤولة عنه إدارة البرنامج، ونحن ما بنتبنى أي كلمة قالته، ولكن بنحترم الوقائع اللي هي عاشتها بحياتها واللي اجت مشكورة تحكي عنها. رح نعمل حلقة ثالثة؟ حلقة ثالثة؟ هتعملي؟ إن شاء الله. مذكراتك معنا. إن شاء الله. شكرا لاعتماد خورشيد، إلى اللقاء.